تعرف ان بنتك او مراتك او اختك ممكن يكونوا شغالين في الدعارة ومن البيت وقدام عينك وانت ما تعرفش؟ طب انت عارفة ان انت شخصيا ممكن تكوني شغالة في الدعارة على مستوى العالم وانت ما تعرفيش؟ اسفة جدا على اللي هقوله في الحلقة دي، بس المرة دي احنا مش بنحكي حكايات، احنا بنحكي مقاسي حقيقية، والكلام اللي هيتحكى ده على لسان اصحابه وعن تجربة شخصية. الموضوع كله بيبدأ مسج لطيفة جدا على الفيسبوك او على الانستجرام او اي ابليكيشن او حتى على الميل بتاعك، عايزينك تعملي دعاية للبراند بتاعهم. طب وايه البراند ده؟ براند ملابس رياضية، سواريه، كاجوال، كلاسيك، كل حاجة، وبيكون مقابل جيفت وكوست، يعني هدية وسالري محترم او فلوس كويسة بالبلدي كده، وبيبعتولك فعلا اللينك ده لموقع الكتروني فعلا موجود لبراند ملابس، ولينك للانستجرام عليه عدد محترم جدا جدا من الفولورز، يعني الدنيا امان الامان، والبنت اللي متواصله معاك هو اكاونت حقيقي لبنت بالفعل، يعني كده مفيش اي شبهه. الخطوه الثانيه هي التواصل، بيطلبوا منك طبعا رقم التليفون عشان تبداوا تتواصلوا ويبعتوا لك الجيفت والهديه وتتفقوا على كل حاجه. واول ما بيتم التواصل بيكون عن طريق بنت تانية غير اللي اتواصلت معاكي، تقريبا صوتها بيكون في حدود من 20 ل 22 سنه، يعني بنوته صغيره، تبدا تكلمك على البراند بتاعهم اللي بيكون حاجه من الاثنين، يا اما هو براند عالمي يا اما براند لسه بيبدا لمجموعه من البنات، وكله بالجهود الذاتيه. ولما بتساليها طب وانتوا اتعرفتوا على بعض ازاي، بتقولك لا احنا كلنا اتعرفنا على بعض من السوشيال ميديا، وعلى فكره احنا لينا المقر بتاعنا غالبا بيكون في العلمين او في منطقه سياحيه، وانتوا فاهمين ليه طبعا. المهم بتتم المكالمه وبتكون كالاتي بتشرح لك فيها كل حاجه عن البراند، تقول لك احنا السالري بتاعنا تقريبا من $350 ل $500، والجيفت او الهديه بتكون في حدود 8 قطع من البراند بتاعنا. والحقيقه ان في العادي ولو حد شغال بلوجر او حاجه زي كده بيكون عارف كويس قوي ان انا اللي بحدد السالري بتاعي والجيفت بتكون ايه، لكن هم الحقيقه اللي اول ما بيكلموك بيقولوا الشروط باتهم دي علشان السالري حلو جدا والجيفت حلوه جدا. احنا بنتكلم في $350 ل 500، يعني فرنج من 15 ل 25,000 جنيه، زائد هدايا بتعدي ل 10,000 جنيه، فطبعا مفيش حد بيرفض العرض ده. والمكالمه غالبا ما بتكونش الظهر، بتكون في حدود 12 بالليل، عشان البنت دي بتجس النبض وبتشوف الضحيه الجديده بتاعتها دي النظام بتاعها ايه. وسط الكلام كده بيتقال لك جمله ان السالري والجيفت دول ممكن يزيدوا على فكره على حسب الشيب بتاع الجسم. ركز لي في كلمه الشيب دي عشان هتسمعوها كتير.